هشام شاب كان يعيش بألمانيا مع زوجته الألمانية، لكن لسوء الحظ تم إعادته إلى بلده الأم المغرب. رفض العودة إلى منزله واختار مدينة طنجة ليعيش متشردا، فراشه الأرض وغطاؤه السماء بقرب الميناء، لعله يتسلل إلى أي باخرة تغادر الميناء إلى إسبانيا ليلتحق بزوجته وابنته الصغيرة. وظل حلم العودة يراوده منذ سنوات. قبل الخوض في تفاصيل هذه القصة، اشترك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أردتم أن نعرض لكم قصة هشام كاملة، ضع في التعليقات تم. وفي المقطع السابق بتفاعل عدد من المشاهدين فقام صاحب هذه القناة لاقتناء هاتف محمول لهشام من أجل الاتصال ومساعدته من طرف المحسنين وعدد من المتابعين. وبعد مرور بضع أيام اتصل به صاحب هذا المقطع، تفاجأ بأن هاتفه مقفل، وحاولنا الاتصال عدة مرات لكن دون نتيجة. وبطلب من المتابعين لرقم هاتف هشام آخر، اضطررنا للتنقل من مدينة فاس إلى مدينة طنجة للبحث عن هشام من جديد. ما إن وصلنا إلى مدينة طنجة باشرنا البحث عن هشام. وبينما أنا في الطريق إلى طنجة، رغم أن مسافة السفر طويلة جدا استغرقت 6 ساعات، تراودنا أفكار أن لا نجد هشام. وفي اليوم ذاته اتصلت بشابة من فرنسا تسأل عن رقم هشام لعلها تساعده.